عدد كبير جدا من الناس بعد غلاء الاسعار بقوا يتجهوا ان هم يشتروا ايفون مستعمل، ولكن اهم حاجة في الموضوع ده ازاي تتأكد ان الايفون اللي انت هتشتريه ده سليم 100%. فانا بقى جاي اقول لك على 10 حاجات مهمين جدا 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 وانت بتشتري ايفون مستعمل لازم تاخد بالك منهم جدا. من غير رأي كتير كده خلينا نبدا الفيديو بسرعه، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، كمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. لينك انستجرام عندك في اول كومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعتبر ان الايفون ده هو الايفون اللي احنا رايحين نشتريه مستعمل، وهقول لك على حاجه تركز فيها وانت بتشتري الجهاز. اول حاجه وانت بتشتري ايفون مستعمل، لو انت مش فاهم قوي في قصه الايفونات المستعمله وما بتعرفش تفحص الجهاز، خد حد معاك فاهم. ضروري جدا تاخد حد معاك فاهم في المستعمل او فاهم في اجهزه الايفون، بحيث انك وانت بتشتري ما يضحكش عليك باي كلام. خلينا نبتديها كده واحده واحده. انت دلوقتي هتروح تشتري الجهاز ده مستعمل، هتشتريه من محل ولا هتشتريه من شخص؟ زي مثلا انك هتروح تشتريه من محل. اول حاجه وانت داخل المحل اللي انت هتشتري منه، ما تسلملوش ودانك، يعني ما تسيبلوش نفسك ان هو يقول لك خد الايفون ده او خد الايفون ده. لا، خلي دايما وانت رايح انت مقرر هتشتري ايه، لان بكل بساطه التاجر هيكون عايز يبيع لك اكتر ايفون حصل عنده فيه ركود، او الايفون ما بيتباعش او عنده بقاله كتير وعايز يبيعه ويخلص منه. فزي ما قلت لك، اول نصيحه ما تسلمش ودانك للتاجر خالص، وروح دايما وانت مقرر انت عايز انهي ايفون. تاني حاجه، ما تركزش الكلام الناس اللي تقعد تقول لك ده الايفون ده 4 جيجا بايت رام و6 جيجا بايت رام و2 جيجا بايت رام و3 جيجا بايت رام والكلام ده. الرامات ما بتفرقش في الايفون، او مش هقول لك ما بتفرقش، بتفرق، ولكن ابل بتحط كل ايفون الرامات المناسبه ليه. يعني الجهاز لو 4 جيجا بايت رام مش معنى كده ان جهاز قليل قصاد مثلا جهاز اندرويد 12 جيجا بايت رام، لا بالعكس، ممكن الايفون يكون افضل منه في الاداء. فما تركزش في موضوع الرامات ده مع الايفون بالذات. ثالث حاجه مهمه جدا وانا دايما بنصح الناس بيها، مع ان في ناس بتختلف معايا في الموضوع ده، وهو انك ما تشتريش جهاز ايفون من غير علبة إلا إذا كنت مضطر. يعني بكل بساطة الأجهزة اللي بكرتونة سعرها مع الوقت بيكون حافظ سعره أكتر من الأجهزة اللي من غير كرتونة، ده غير إنها سهلة في البيع. الجهاز دايما لما بتشتريه مستعمل من غير كرتونة بيكون دايما مشكوك فيه، ان وانت بتبيعه مش اي حد ممكن يشتريه منك، لان بيكون دايما مشكوك فيه ومش مطمنين له. ولكن لو انت مضطر او مش لاقي جهاز في الفئة السعرية بتاعتك غير بدون كرتونة، فتوقع على الله مفيش فيه مشاكل لو شاريه من مكان مضمون، ولو عملت ال10 خطوات او ال11 على حسب هيبقوا كام خطوة اللي انا هقولك عليهم. وحاجة مهمة جدا وانت برضو رايح تشتري ايفون مستعمل، لو انت مثلا عارف اكتر من مكان، اسأل في اكتر من مكان. ما تروحش تشتري من مكان مرة واحدة، لان ممكن المكان ده يكون مغلي عليك السعر وانت ما تعرفش سعر الجهاز بالظبط كام. فاسأل في اكتر من مكان، حتى لو مكان مثلا انت مش ضامنه مش هتشتري منه، اسأل فيه لمجرد العلم بالسعر، وبعد كده روح للمحل او المكان اللي انت واثق منه وشوف الاسعار. لو الاسعار متقاربه تمام، لو في فرق كبير في السعر فحاول طبعا تخفض في السعر وتقول له ان لقيته في مكان تاني بسعر افضل. المهم انت وصلت خلاص المحل ومقرر ان انت هتشتري مثلا الايفون 13 برو ماكس او الايفون 14 برو ماكس او اي ايفون، وانت مقرر تشتري الايفون ده، فهتعمل ايه وهتتعامل مع التاجر ازاي وهتفحص الجهاز ازاي وانت واقف بنفسك؟ اول حاجه هتبص على هيكل الجهاز الخارجي وتتاكد ان ما فيهوش خبطات وما فيهوش خرابيش، لان طبعا الخبطات دي بتاثر على الجهاز من جوه، في بعض الاحيان حتى لو مش ظاهره ممكن مع الوقت يطلع لك فيه عيب في الجهاز بسبب الخبطه اللي كانت في الجهاز. فدايما اتاكد ان الفريم ما فيهوش خبطات والجهاز من بره ما فيهوش خرابيش كتير. ممكن اللي هو الخرابيش الخفيفه قوي دي عادي، وممكن كمان تقلل في سعر الجهاز شويه لو لقيت الجهاز متخربش شويه زياده. ولكن الخبطات الافضل انك تبعد عن جهاز لو فيه خبطه، لان ممكن الجهاز ده يكون في مشكله من جوه بسبب الخبطه دي. تاني خطوه على طول هتبص على الكاميرات، هتشوف الكاميرات هل فيها خدوش، هل فيها نقرات، هل فيها اي مشاكل ولا لا من الخارج كده، وتتاكد ان الكاميرا نظيفه بحيث ان ما تكونش العدسه مخدوشه، لان بيكون في خدوش في بعض الاحيان
بتبوظ الصوره اصلا. وفي نقرات برضو بتكون في الكاميرات بتكون مشوهه الصوره من جوه. تالت حاجه مهمه جدا، لو الجهاز راكب له سكرينه لازم تشيل السكرينه. اوعى تاخد جهاز من حد وعليه سكرينه، لا، شيل السكرين بروتكتور الاول وتاكد ان تحت السكرينه مفيش خرابيش، مفيش نقرات في الجهاز، مفيش مشاكل في الشاشه، لان ساعات بيبقى في حاجات في الشاشه مش باينه من تحت السكرين بروتكتور، وساعات بيبقى في خرابيش برده مش باينه. فتاكد دايما ان الجهاز من غير سكرين بروتكتور وافحص عليه، وبعد كده ابقى ركب السكرين بروتكتور براحتك. بعد ما اتاكدت على حاله الجهاز من بره هتبدا تفحص الجهاز من جوه. اول حاجه هتجيب شاحن وتشحن الجهاز، تسيبه مثلا كده 5 دقايق دقيقتين في الحدود دي، تتاكد ان الجهاز بيشحن بشكل طبيعي وان الشحن بتاعه يعني بيصعد كده في حاله تصاعديه مش ثابت مكانه. تتاكد ان الجهاز الشحن بتاعه شغال، وتحاول برضو تقفل الجهاز وتفتحه مرتين او 3 بحيث برضو انك تتاكد ان الجهاز ما فيهوش تهنيجه او بيعلق مثلا وهو بيفتح او بيعلق وهو بيقفل. تتاكد ان الجهاز ما فيهوش مشاكل في السوفت وير. خامس خطوه بقى هتجرب السماعات، والسماعات هنا هتنقسم لسماعات سفليه وسماعات علويه. سماعات المكالمات طبعا اول حاجه هتحط خط، هتركب في الجهاز خط وتكلم اي حد من صحابك او اي حد معاك في المكان، وتتأكد ان الصوت واضح في السماعة، وفي نفس الوقت تتأكد ان الصوت عند الشخص التاني واضح. فتتأكد ان المايك شغال بشكل كويس، لان في بعض الاحيان بتكون السماعة فيها نغبشة والمايك برضو بيكون فيه نغبشة لما انت ما بتاخدش بالك منهم. فتأكد من الحاجة دي لانها مهمة جدا. وبعد كده هتشغل اي ميوزك او اي حاجة، اي صوت يأكد لك ان السماعة السفلية والسماعة العلوية شغالين مع بعض ستيريو وصوتهم نقي ما فيهمش لغوشه. لان في حد كلمني قبل كده على الانستجرام وقال ان هو اشترى جهاز ايفون من مكان ما، وبعد ما شغله لقى ان السماعه فيها نغبشه، بيقول لي هل ده طبيعي ولا لا؟ طبعا ده مش طبيعي، الجهاز لازم يكون صوته نقي. سادس حاجه هتتاكد من الزراير بتاعه الجهاز، يعني سي مثلا لو انت رايح تشتري ايفون 8 بلس او الزرار فيه موجود او الزراير اللي في الجنب او زرار السايلنت والفيبريشن والكلام ده، اتاكد ان الزراير كلها شغاله كويس، اتك عليهم وتاكد شوف ده بيقفل ولا لا، وشوف اللي بيعلي واللي بيوطي شغالين ولا لا. تتاكد ان الزراير كلها كليكي وشغاله كويس. وطبعا لو الجهاز بيدعم الفيس اي دي فتاكد ان الفيس اي دي شغال كويس. جربه اكتر من مره وانت واقف عشان ما تروحش بعد ما تروح وتاخد الجهاز تكتشف ان في مشكله في الفيس اي دي. سابع حاجه بقى هتدخل تتاكد ان الشاشه ما فيهاش مشاكل. ازاي تتاكد ان الشاشه ما فيهاش مشاكل؟ اول حاجه هتجيب شاشه بيضه خالص، يعني صوره فيها لون ابيض بس، تتاكد ان الشاشه نقيه ما فيش في الابيض حاجات باهته، ما فيش الوان داخله جوه الابيض، يعني تتاكد ان الشاشه سليمه على اللون الابيض. بعد كده تجيب شاشه لونها اسود خالص وتتاكد برضو ان مفيش هالات بيضه، مفيش نقرات، مفيش حاجه كده غريبه في الشاشه. تتاكد ان الشاشه سليمه 100%، لان في بعض الاحيان بيكون الشاشه حاصل لها بيرند ان، وما بتجيبها على الشاشه البيضه بتحس ان الايقونات كده طابعه مكانها او في صوره طابعه مكانها، بتبقى شكلها سيء جدا وهتتعبك وهتقرفك في الاستخدام. وطبعا تجرب التاتش يمين وشمال وفوق وتحت وتضغط في كل حته في الشاشه وترسم كمان. افتح النوتس مثلا وارسم اي حاجه، اتاكد ان التاتش شغال كويس جدا، لان ساعات بيبقى فيه مشاكل في حتت معينه في الشاشه في التاتش. فتاكد ان الموضوع ده مش موجود وتاكد ان الجهاز سليم 100%. تاني خطوه بقى هتفتح الكاميرات عشان تفحص الكاميرات من جوه. تفتح اول حاجه الكاميرا وتحط ايدك كده قدام الكاميرا وتشوف هل في هالات سودة، هالات بيضة، في نقرات، في اي حاجه في الشاشه ولا لا. حطها مثلا على خلفيه بيضة لو انت في اي حاجه بيضة، او في كشاف لو قدامك كشاف كده حط على الكشاف وتاكد كده، حرك الكاميرا اتاكد ان مفيش اي مشاكل في الكاميرا. وطبعا ده هتعمله على الكاميرا الاساسيه واي كاميرا في الجهاز، اذا كانت كاميرا اماميه، كاميرا الترا وايد، او حتى كاميرا زوم. اتاكد ان كل الكاميرات ما فيهاش اي مشاكل بيبقى في خلفيه بيضه، وحتى لو في خلفيه سوداء يعني مثلا اكتم كده خالص وخلي الخلفيه سوداء، وتاكد برضو ان مفيش هالات بيضة في قلب الكاميرات. تاسع خطوة عايز تتأكد ان البطارية تمام. طبعا انت بتكون عارف ان الجهاز مثلا نسبة البطارية بتاعته كام في المية، ادخل اتأكد ان البطارية زي ما هو قال لك مثلا 90%، فتأكد انها 90% من جوه، لان ساعات بيقولوا وانت بتاخدش بالك وما بتبصش عليها وتلاقي ان البطارية اقل من كده. فتأكد ان البطارية 90%، دي اول حاجة. تاني حاجة افتح الكاميرا وصور فيديو لمدة دقيقة او دقيقتين وشوف البطارية هتنزل بسرعة كبيرة جدا ولا هتنزل تدريجي ولا هتنزل بشكل طبيعي،
لان لو بتنزل بسرعه جدا جدا فهتلاقي ان البطاريه دي فيها مشكله، او كمان ممكن تكون متغيره او مغيره بطاريه زي ما قلت لك. 10 حاجه، طب انت هتعرف منين بقى ان الجهاز مغير حاجه او اتفتح قبل كده ولا لا؟ طبعا في بعض الاحيان ما بيتعرفش برضو باللي انا هقول لك عليه ده، ولكن يعني 90% الحاجات دي بتكشف ان الجهاز مفتوح قبل كده ولا لا. اول حاجه بتيجي من عند السوكت وتحط الموبايل في بقك وتنفخ جامد، تتاكد ان الجهاز ما بيسربش هواء من اي حته فيه، لان لو مفتوح هيسرب هواء. وبعد كده هتفتح مكان الكارت، قصدي الشريحه، هتفتح مكان الشريحه وتنفخ برضو جامد، تتاكد ان الجهاز ما بيسربش هواء من اي مكان، وبكده تتاكد ان الجهاز ما اتفتحش قبل كده. اخر خطوه، الخطوه ال11، ان انت بتحط الجهاز بتاعك على جهاز كمبيوتر وتفتحه على برنامج 3 تولز وتتاكد ان كل حاجه نورمال، مفيش حاجه متغيره في الجهاز، وبكده تكون ضمنت ان الجهاز مش مغير حاجه وما اتفتحش قبل كده. ونصيحه طبعا لوجه الله بقولها لك، انت لو لقيت جهاز معين مثلا سي ان هو ب 15000 جنيه مستعمل ولقيته في مكان تاني ب 12 او ب 13، اتاكد ان الجهاز ده فيه مشكله، او ان الجهاز ده فيه حاجه مش مظبوطه، لان مش طبيعي ان سعر الجهاز عند الكل بيتباع مثلا ب 15 وعند حد بيبيعه ب 12 او 13. لان الموضوع ده قابلته انا واحمد صدومه، كنا نازلين بنلف على جهاز 13 برو ماكس مستعمل، وكنا بنلاقي اسعار غريبه جدا، اسعار اقل بكتير من بقيه الاماكن، وفعلا الاجهزه دي بيبقى فيها مشاكل. فبلاش تشتري من مكان زي ما قلت لك مش موثوق منه، او من مكان انت ما تعرفوش او ما حدش جربه قبل كده. واخر حاجه بقى، لازم وانت بتشتري جهاز تعمل مبايعه، بالذات الاجهزه المستعمله، تعمل مبايعه مع التاجر او المحل اللي انت شاري منه بالسيريال نمبر، باسم التاجر، بالرقم القومي بتاع التاجر. يعني ما تخليش مبايعه كده عاديه وخلاص. ولكن لو محل عنده سجل ضريبي فعادي، مش لازم الرقم القومي بتاع الشخص، ممكن تعمل فاتوره عادي بالسجل الضريبي بتاع المكان. فاتاكد دايما انك واخد فاتوره مختومه وفاتوره اصليه، بحيث انك تبقى ضامن حقك لو الجهاز ده طلع مسروق لا قدر الله او في مشكله. ودايما حاول تاخد من اماكن موثوقه لتالت او رابع مره بقولها لك. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب للقناه دلوقتي حالا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وزي ما قلت لك لينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.